رضعها في الصحراء، مكان مفهوش حد خالص، مفهوش مية، مفهوش اكل، مفهوش اي حاجة. متخيلين احساسها كان عامل ايه في وقتها؟ السيدة هاجر سيدنا ابراهيم سابها في الصحراء هي وسيدنا اسماعيل بامر من ربنا، من غير زرع، من غير اكل، من غير مية. رضعها معاها بيعيط. متخيلين التوتر اللي كانت فيه؟ اكيد كل الامهات حاسه بده. حاولت تجري تدور على حد يساعدها، تدور على ميه، تدور على اكل، فضلت تجري بين جبلين الصفا والمروه علشان حد يساعدها ومفيش حد. ربنا فجر من تحت رجل رضعها بير زمزم اللي لسه لحد دلوقتي الناس بتشرب منه. البير اتفجر بإرادة ربنا وبيقين ستنا هاجر بأن ربنا مش هيسيبها. عندها يقين وسعي أن ربنا مش هيسيبهم. فضلت تدور مع أنها في الصحراء، مفيش أصلا حاجة في إيديها أنها تعملها. لو فكرنا فيها بعقلنا مفيش حاجة انها تعملها، كان ممكن تفضل قاعدة بتعيط. وبعد ما البير اتفجر وشربوا، بدأ الزرع يطلع وبدأت الطيور تيجي علشان تشرب من البير. مع الوقت بدأت القبائل تقرب وتيجي من عندهم، يستأذنوها ان هم يعيشوا معاها. ست بطولها ومعاها رضيع قدرت ان هي تبني مجتمع حواليها. مفتكرش ان في مثال اعظم من ده ممكن ان هو يحفزنا ان احنا نعمل كل اللي احنا عايزينه، وان احنا ما نضيعش ابدا يقيننا بربنا. اسعي وخلي عندك يقين، وخليكي فاكرة